سلام فريدات، لكم وحشه وبعد طول غياب عدنا لكم. هاد العائله شرات هاد الدار من المزاد وما كانوش عارفين باللي تحتها نايضه القيامه. قصه مشوقه، زير الصمطه عمي وخلي معاك لايك ويلا بينا. كيبدا الفيلم ديالنا وسط واحد الدار قديمه معزوله على المدينه، والعائله اللي شراتها مكونه من 4 الاشخاص: الام كيرا والاب براين وولدهم ستيف وبنتهم ايلي، وهي اللي يدير عليها الفيلم. المهم العائله كامله عاجبها الحال، حتى الختنا ايلي شافت الشكل ديالها وما عجبتهاش، ما ارتاحتش لها، على عكس البعلوك ديال خوها اللي فرحان حيت لقات تواسع تما وحيت غيولي شاد بيد ديالو بوحدو. المهم الام ديال ايلي باش تدخل بنتها في الجو داتها تدور شويه في الدار باش على وعاسه تبدل رايها، ولكن هيهات ما زادت كعاد. شويه جا الوالد ديالها براين وقال لها اجي معايا نوريك بيتك، وهما غاديين دازوا على واحد الباب وهي تسولوا عليه، قال لها هذا الباب ديال الطاج السفلي يا بنتي، واللي هو باللغه العربيه عندنا القبو. ما علينا. ختنا شاده الفضول قالت ليه حل لي نشوف، وملي دخلت خلاه وخرج معاه، هو خرج تسد على الباب من وراه غير بوحدو، بقات كتغوت تما بالخلعه، واخا عياو يحاولوا مع الباب باش يحلوه ولكن ما بغاش. الساعه الوالد ديالها طلع راسو ولقى الساروش معلق الفوق وحل عليها، غتكون فزقت حوايجها ما فيهاش، وقالت لهم هاد الدار ما نبقاش فيها، ومشات لبيتها سدت عليها. ودير لايك. شويه جات عندها ماماها كيرا دقات عليها وقالت لها باللي انا وباباك عندنا شغل مهم هاد الليله، ردي البال لخوك. بين ما رجعنا للدار الساعه ختنا ايلي ما عجباش الحال وقالت لهم واش نتوما حمقين، اول ليله لينا في الدار تخلوني بوحدي. قالت لها ماما راه كبرتي وما كاينلاش تخافي. المهم مشاو وبقات هي مع خوها، وغيجي الليل ومع خوها ستيف ميكروب زاد كمل عليها، مشى جاب واحد الجمجومه ديال الخروف ودارها على راسو وغفلها طياره منها تسعرت عليه، وملي تكالمات قالت ليه فين لقيتي هذا العظم، وهو يمشي وراه فين لقاه واحد البلايصه داخله في الحيط بحال شي خزانه بحال شي بلاكار، ولقاو فيها بزاف ديال اللعيبات في شي شكل، داكشي غريب. هو ينقز البجغوط خوها وقال لها باللي صاحبه اللي كيقرا معاه قال ليه باللي هاد الدار مسكونه وكانت ساكنه فيها واحد الساحره، وهما كيبقشوا في ديك الخزانه لقاو صندوق ديال الموسيقى واللي سميتو الجرامافون، وفيه واحد السيديه، وملي خدموه سمعوا صوت ديال الراجل كيهضر بواحد اللغه ما مفهوماش كلها الغاز، داكشي بحال المعادلات ديال الماتش. على ذكر الماتش، الله يسهل على صاحب الجهاوي والله ييسر الامور لصاحب الوطني، دير لايك وبارطاج. ومن وراها داك خونا اللي كيهضر بدا كيحسب 1 2 3 وهي تماطا لي ايلي وطفاتو حيت صوتو كان كيخلع، وقالت خوها يلا طلع لبيتك تنعس، ومشات هي لبيتها وشعلت التلفازه باش تنسى الوقت. بين ما جا والديها وهي كتفرج تقطع الضوء على الدار كامله، هزت التليفون وعيطت لماما وقالت لها باللي الضوء تقطع على الدار وباللي هي تخلعات بزاف وخاصها تخرج من الدار. ولكن الام ديالها حاولت باش تهدأ شويه وقالت لها هبطي للطاج السفلي وطلعي الضوء، غتكون غير المكانه طاحت. ولكن ايلي خافت وهي تقول لها ماما باللي الدروج ديال الطاج السفلي غير 10 درجات، هبطي طلعي المكانه بالزربه وطلعي، وقالت لها باللي غنبقى معاك على التليفون داويه حتى تهبطي طلعي المكانه وطلعي. المهم ختنا ايلي هبطت وهي كتحسب حتى وصلت 10 ولكن فاتت 10 لهي 11 و12 حتى لدرجه 30 وهي تقطع المكالمه. وماما تخلعات عليها وركبت طوموبيلتها هي وراجلها ورجعوا للدار بالزربه باش يشوفوا اش وقع. وصلوا هبطوا لديك البلاصه وطلعوا الضوء ولكن ما لقاوش ايلي. خرجوا برا الدار يقلبوا والو ما لقاوهاش، هما يعيطوا للبوليس. جاو البوليس حتى هما وقال لهم واحد المحقق مع البوليس باللي اختفاء المراهقين حاجه عاديه هنا، غير شي ايامات وغتبان بنتكم غتكون غير مع شي صاحبتها في دارهم، ما كاينلاش تخافوا. والنهار الاخر خرجوا للغابه اللي قريبه لدارهم يقلبوا عليها ولكن ما لقاوهاش، وهي تهز كيرا طوموبيلتها وخرجات بدات كتلصق في تصاورها على برا على وعاسه اللي شافها يتصل بهم، ومشات عند البوليس لكن شي جديد على بنتهم. لكن المحقق قال لها باللي سولنا كاع صحابها وقلبنا كاع الكاميرات اللي كاينين في الشوارع ديال المدينه ولكن ما لقيناش لها اثار، وقال لها باللي قلبنا في حساباتها الشخصيه الفيسبوك والانستغرام ولقينا باللي بزاف ديال صحابها كانوا كيتنمروا عليها بزاف بطريقه خايبه شويه. بغى يلمح لها خونا المحقق باللي غتكون انتحرات. الساعه ما تسوقتش ليه ورجعت كيرا للدار وسولت البعلوك ستيف على اخر حاجه داروها ديك الليله قبل ما كل واحد يمشي لبيته. قال لها باللي خدمنا داك الصندوق اللي من وراه وطفاتو ايلي وهذه اخر حاجه درناها، وهي تهز ختنا كيرا البيل ديال الاشعه فوق البنفسجيه اللي كيبين طبعات ديال الدم وهبطت لذاك الطاج السفلي حيت حسات باللي شي حاجه ماشي تلهيه في داك القبو. وهي كتقلب لقات كاع دوك الدرجات مرقمين وفي الارض مكتوبه كتبه في شي شكل، داك الشيء كاين معادلات ديال الرياضيات. وهي تمشي جهه الحيط وقربت ليه ديك الاشعه ديال البيل وهي تبان لها واحد الرسمات بحال الاطياف كتخلع، وهي تعيط للبوليس. جا خونا المحقق وقال لها بلي دوك الرسومات عاديين يقدر اي واحد يرسمهم، وهو يسولهم وقال لهم واش كتعرفوا شي حاجه
على هاد الدار قال لي براين بلي هو شراها غير من المزاد حيت مولاتها عايشه في دار المسنين، بغات تبيعها بالزربه باش تصرف على المحتاجين اللي معاه في دار المسنين. هو يقول لهم خونا المحقق بلي مهم نشوف دارهم سالاش، ولا كان شي جديد غادي يتصل بهم ويقول لهم. وغتبقى كيرا مامات إيلي هاز الهم حيت هي السبب باش خلات بنتها تهبط لدوك الدرجات وسط داك الظلام. ومع داك التفكير النعاس مابقاش كيجيها، وهي جالسه في الدوش عيطت لبنتها في التليفون باش تسمع صوتها اللي دايره في العلبه الصوتيه حيت توحشاتها. وهي جالسه سمعت الصوت ديال بنتها جاي من القرقره ديال لافاف، وهي كتحسب كيف كانت كتحسب في اخر مره عيطت لها. وهي تنوض وتبعت مصدر الصوت ولقاتو فعلا جاي من الطاج السفلي. ما حلت الباب كانت واحد الكره صغيره عند الباب كيكون يلعب بها ولدها. ستيف جات فيها برجلها ما شافتهاش، وهي تنزل ديك الكره مع الدرجات وبقات غاديه كتضرب في الدروج، وبقات كيرا كتسمع في الصوت ديال الكره نازله وما بغاش يسالي داك الصوت. النهار الاخر ختنا كيرا بقات سهرانه وهي كتفكر اش كيعنيو دوك الرموز اللي مكتوبين في داك الطاج السفلي، حتى دوك الرموز اللي مكتوبه فوق البيبان ديال الدار كاملين. وهي تعيط على السمسار اللي شراو من عنده الدار في المزاد، وغتعرف من عنده باللي الدار كانت في ملك بنت واحد الدكتور اكاديمي مشهور في المدينه، وقال لها باللي غيجيب لها معلومات كثار عليهم. وهي تمشي كيرا صورت كاع دوك الرموز اللي كاينين فوق البيبان ديال الدار وداتهم لصاحبتها اللي خدامه معاها مربانه تعرف المعنى ديالو. وفعلا قالت لها باللي هاد الرموز عبريه ولا تجمعت مع بعضياتها غتعطي كلمه كتدل على نوع من انواع المخلوقات البحريه اللي كانت في الاساطير اليهوديه. وهي ترجع كيرا للدار وشعلت البيسي وولات كتقرا على هذا المخلوق. وهي تمشي وخدمت داك الصندوق الجرامافون، وديك الساعه كان ستيف مقصر الالعاب في بيته شويه ناض من بلاصتو وهو كيحسب وغادي قاصد الباب ديال الطاج السفلي. وملي وصل الباب تحل غير بوحدو، وهي تسمعو كيرا كيحسب وقصداتو كتجري وقالت لي علاش كنتي كتحسب. ومن خلال الحركات ديالو بان لها باللي خونا يلاه فاق من ديك الغيبوبه، وقال لها باللي كنت لاعب عادي حتى لقيت راسي واقف هنا. وهي ترجع كيرا للبيسي ديالها دخلت لجوجل وكتبت السميه ديال مول الدار اللي مكتوب في واحد الورقه معلقه في الدار. وهي تلقى باللي عائلته كامله اختفت وما لقاوش لا اثار. بقات كتقرا على ديك العائله نهار كامل تظلم الحال. شويه هو يقطع الضوء على الدار عاوتاني، وهي تسمع صوت ستيف ولدها كيغوت، والصوت ديالو جاي من الطاج السفلي. مشات تجري للباب حاولت تحل عليه ولكن بدون جدوى، وهزت عينيها على بلاصه الساروت فين كيكون معلق ولكن ما لقاتوش. وهي طل من الفتحه ديال الباب وهي تلقى واحد العين كتشوف فيها. شويه طلع ستيف من وراها وقال لها اش كديري هنا ومع من كنتي هاضره، وهاد الطاج السفلي ما فيه حتى واحد. شويه هو يشحل الباب غير بوحدو، وهي تنزل كيرا تشوف لا يكون شي حد تما. غير دخلت تسد عليها الباب حاولت باش تحلو ولكن والو. شويه حست بلي شي صوت جاي من التحت، دارت باش تشوف هو يطيح لها التليفون من يدها وخبر لي الاثار، وحست بلي شي حاجه كتقرب منه وبدات كتغوت على ولدها باش يعتقى باي طريقه. ولكن الراجل براين كان راجع للدار سمع الغوات طلع بالزربه حل عليها وخرج. وملي مشاو لبيت الناس سولها على داك الشيء اللي طرا، وقالت ليه باللي هبطت للطاج السفلي تشوف وتسد عليها الباب غير بوحدو كيف ما وقع لبنتهم إيلي نهار جاو اول مره للدار. وقالت ليه باللي ملي طاح ليه التليفون غبر ليه الاثار. قالت ليه باللي شي حاجه ماشي تلهيه واقع هنا. وقالت ليه باللي العائله اللي كانت قبل منهم في الدار اختفت كلها ما عدا بنتهم اللي مازال في دار المسنين. وقالت ليه باللي بنتهم إيلي حتى هي وقع لها نفس البلان، وباللي هاد الطاج السفلي فيه شي سر ما مفهومش. ولكن راجلها ما تيقش ديك الهضره حيت جاتو خو الزعبيلات، وخلاها وهبط يقلب على التليفون اللي طاح لها. هو يلقى واحد الكعلاله ديال الزغب. شويه حس بشي حاجه من وراه كتحرك، وملي تلفت ما لقى والو. ونهار الثاني مشات كيرا للكليه اللي كان خدام فيها جون مول الدار اللي اختفى هو والعائله ديالو قبل منهم. بدات كتسول على واحد صاحبه سميتو ريمي، وملي لقاتو عطاتو ديك الكتبه اللي لقاتها مكتوبه في داك الطاج السفلي، وقالت ليه عافاك ممكن تفسر لي هاد الكتبه شنو كتعني. وسولاتو ولا كيعرف شي حاجه كثر على جون مول الدار اللي شرات. قال لها اكيد شريتي الدار من عند بنته حيت هي الوحيده اللي مازال عايشه من بعد ما عائلتها اختفت كامله. وقال لها باللي هاد الحادثه هي السبب في المرض ديالها. وقال لها باللي هاد الكتبه اللي جبتي معقده بزاف والحل ديالها ماشي سهل. وقال لها خلي لي الورقه ولا عرفت المعنى ديالها غنتصل بك. ورجعت كيرا للدار وركبت النمره ديالها في تليفون جديد، ولقات باللي خونا ريمي عيط لها بزاف المرات وعاودت عيطت ليه. هو يقول لها علاش ملي كنت كنعيط لك كنتي كتجاوبيني وكتبقاي تحسبي في الارقام وكتقاطعي. وهي تقول ليه باللي التليفون كان موضر لها اصلا والنمره ما كانتش خدامه. المهم بقى كيتعجب وقال لها باللي ديك الكتبه ما فهم فيها حتى لعبه حيت ما كاملاش وديك المعادله ناقصه. وقال لها باللي خلال البحث ديالو فاتوا شي وحدين لقاو نفس الكتبه في واحد الدار في بلجيكا، وباللي حتى العائله اللي كانت ساكنه فيها حتى هي اختفت كامله. وقال لها هذا الشيء اللي قدرت نوصل ليه. وهي الدور كيرا عند راجلها وبدات كتشرح ليه داك الشيء اللي وصلت ليه. الساعه راجلها شاف داك الكائن البحري وسمع ديك الهضره ديالها قال لها ما فيهاش انت 100% طار لك الفريخ. وهما كيهضروا خونا ستيف جالس في بيتو كيلعب وسمع صوت جاي من الخزانه اللي في الحيط اللي من وراه. مع تلفت لقى اختو إيلي واقفه وجهها كاع مخسر وبدا يغوت. وملي سمعوه والديه جاو كيجريو قالوا لي مالك. قال لهم باللي شاف إيلي في ديك الخزانه اللي كاينه في الحيط. وملي دخل باباه اللي بدا كيقلب هو يلقى التليفون ديال إيلي طايح تما.
وهو يعرف باللي الهضره اللي قالت ليه مراته صحيحه. قرروا باش يوصلوا العنوان ديال روزان اللي باعت لهم الدار، وفعلا لقاتو كيرا ونهار الاخر مشات لعندها لديك دار المسنين وتلاقاتها وعاودت ليها داكشي اللي طرا لعائلتها ملي تحولوا للدار اللي باعت لهم. وقالت لها كيرا باللي لقاو شي حروف فوق البيبان ديال الدار وجمعوهم وعطاوهم واحد الاسم ديال واحد الكائن بحري كان في الاساطير اليهوديه، وهي تقول لها روز باللي هاد السميه ديال واحد من امراء الجحيم السبعه، وباللي الوالد ديالها جون هو اللي جابوا للعالم ديالهم باش يعالج خوها اللي كان مريض. الساعه وقع غلط وكل شيء اختفى، وقالت لها باللي هاد الجحيم ما كاينش غير في الطاج السفلي، راه في الدار كامله. وملي سمعت كيرا ديك الهضره رجعت كتجري للدار باش تطمئن على ولدها وراجلها، ولقات باللي راجلها براين حل لغز دوك الرموز وباللي هما سميه ديال حارس من حراس الجحيم السبعه فعلا. وعرفوا باللي جون مول الدار كان باني الدار باش يمارس فيها السحر ويتواصل مع الشياطين، وغيكون ستيف ولدهم كيلعب بواحد الطياره صغيره. شويه فقد السيطره عليها وتم تغادا جهه الطاج السفلي، تبعها باش يجيبها. شويه حس بشي حاجه حداه، بدا كيغوت وهو يتسد عليه الباب. وملي نزلوا دارهم يقلبوا عليه ما لقاوش. شويه سمعوا الصوت ديالو وهو كيحسب في الارقام، مشاو كيجريو للبيت ديالو، لقاو في ديك الخزانه اللي في الحيط في لقاو ايلي واقف وشاداه السخانه وما عاقلش اش طرا ليه. وملي نصلت ليه ماما حوايجو لقات النجمه ديال الشيطان مرسومه على صدره. شويه حست بالحركه ديال ستيف بدات كتشل وهي تحس بشي حاجه ماشي تلهي في البيت. وملي تلفتش في راجلها حتى هو لقاتو مكوانسي واقف مشلول في بلاصتو وما قدرش يتحرك، وكيحسب من 10 توصل لواحد وقال لها الشيطان وصل صافي. وهي تحس كيرا شي حاجه جايه من جهه الطاج السفلي، وهي تجري جهه الفتيات وتخبات. شويه تطلع قدامه واحد المخلوق كيخلع عنده القرون وهي تهرب منه، بان لها غير الباب ديال الطاج السفلي. هربت ليه وهي هابطه كتجري في دوك الدروج، حست باللي دوك الدروج العدد ديالهم غادي وكيتزاد. بقات هابطه حتى وصلت لواحد الباب دخلت منه ولقات واحد النافق بقات غاديه فيه تلقات راسها في الجحيم وفي جنابها بزاف الناس بحال ميتين. بقات كتقلب على بنتها بيناتهم حتى لقاتها وهي تشد منها باش ترجعها للدار، وبقى داك المخلوق تابعهم ولكن هربت منه. قدرت تطلع بنتها وسدت الباب ولكن طاح لها البيل اللي كانت مضويه به في الجحيم. ولقات بنتها رجعت للوعي ديالها ورجع فيها الضوء، وجمعت كيرا عائلتها باش يخرجوا من ديك الدار. وفجاه لقات داك البيل اللي خلات في الجحيم طايح قدامها. وملي حلت باب الدار باش يخرجوا لقات قدامها دروج عاوتاني كيوصلوا للطاج السفلي عاوتاني، وعرفت باللي الدار كامله ولات في الجحيم وما كاينش امل باش يخرجوا منها. وهنا غتكون سيره القصه ديالنا. والله الا توحشتكم فريدات بعد طول غياب. نتمنىكم تفاعلوا مع الفيديو، خلي لايك بارطاجي باش تعاوننا باش يطلع الناس اخرين، خلي شي كومونتير زوين. تحيه لكم، كان معكم اخوكم عبدو، نشوفكم في فيديو جديد، تهلاو.